ودخلت ده الحقنة ومش في دماغي خالص، وبشيل كده البطانية اللي هي متغطي بيها، لقيت هامش لابسه حاجه خالص. يخرب بيتك، ايه ده؟ هتجننت. طبعا الصدمة خلتني اتشلت في مكاني في ساعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في قص جديد. صلوا على النبي ويلا بينا علشان نبتدي قصتنا النهاردة. أنا اسمي ماهر، عايش مع أبويا وامي و2 أخوات بنات. كان نفسي ومناع عيني اخطب البنت الوحيدة اللي حبيتها في حياتي، وكان اسمها نرمين أول بنت. وأول قصة حب ليا لما رحت لأبويا علشان أقوله إن أنا نفسي أرتبط بالبنت دي، لقيت أبويا معترض اعتراض كبير وبيقول لي بلاش البنت دي علشان مش هتريحك وقتها. أنا كل اللي جه في بالي إن أبويا رافض علشان البنت ديت أبوها على قد حاله. كنت مستغرب، هو أبويا بيعمل كده ليه وإحنا يعني الحمد لله مستورين عنده، محلو عندنا بيت، بس ما إحناش واو يعني. فكنت بتعامل مع أبويا ده إن هو بقى عدوي ومش عايزني أخد البنت اللي أنا بحبها واللي أنا نفسي ومعيني إن أنا أتجوزها. ساعتها أبويا قال لي يا ابني البيت بتاع البنت دي مش اللي حاكم الراجل، علشان كده البنت دي مش هتسعدك ومش هتلاقي راحتك معاها. بس أنا طبعا اعترضت وفضلت متمسك برايي وبدماغي، وفضلت أذن على أبويا وعلى كل العيلة علشان أخطبها. وفعلا خطبتها رغم أنف الجميع. كانت قصة حب كبير وكنت حاسس إن أنا ما أقدرش أحب غيرها، واتخطبنا فعلا. وأبويا ساعتها قال لي أنا مش هجوزك دلوقتي وإنت لسه صغير، كنت لسه يا دوبك مخلص دراسة طول ملكش دعوة. أنا هعتمد على نفسي وقتها. كنت أنا مغرم جدا بألعاب القوة والرياضة والجيم والحاجات دي، فرحت اشتغلت في جيم وقلت إن أنا هعتمد على نفسي وهعمل لنفسي كارير. والكلام بتاع الشباب إيه اللي هي عندها حماس ده. وفعلا اشتغلت في الجيم وكنت الحمد لله شغال كويس جدا. ومع ذلك أبويا تقريبا هو اللي كان قايم بالخطوب هو بالذهب وبكل حاجة. خطيبتها وبعد فترها ابتديت أحس فعلا إن هي كل حاجة بيني وبينها باقس أمها وبدماغ أمها وبتف، يعني كل حاجة مش تبعيها تبع أمها. ومع ذلك فضلت متمسك بيها وقلت الكلام ده هيبقى بس وإحنا مخطوبين، لكن بعد الجواز أكيد كل حاجة هتتغير وكل حاجة هتتبدل. اللي حصل وقتها إن أبويا مات، حصل له تعب في جاه ومات. وساعتها كانت صدمة كبيرة، ليات رميت في حضن نرمين وفضلت أعيط وأقول لهان أنا زعلان وندمان إن أنا زعلت أبويا مني في يوم من الأيام، وهي ما تعرفش أنا السبب الخلاف الوحيد اللي بيني وبين أبويا كان هي إني أبويا ما كانش قابل خالص فكرها الجواز منها، وأنا دماغي كانت في فكر ثاني ومفكر راي أبويا. ده الأسباب ثانية غير الأسباب الحقيقي هالمهم. بعد ما أبويا ما مات كل الناس فضلت تظن في دماغها انت هتتجوزيه ازاي؟ ده هيبقى بتاع أمه وإخواته، ده مش هيبقى ليه شخصيه وسطيهم، ده انت مش هتعرفي تعيشي معاهم. وكلام كتير قوي واتفاجئت إن هي جاية بتسألني بطريقة تلميحات هو فعلا انت ممكن تعمل فيا كده؟ قلت لها إن أنا راجل وإن أنا قد المسؤولي هوان. إزاي انت بتواجهيني أصلا بالكلام ده؟ وجبت الكلام ده منين؟ قالت له لا قصد فلان بيقول وعنان بيقول. ساعتها اتضايقت جدا، وبصراحة افتكرت كلام أبويا، بس حبي ليها كان كبير وما كنتش قادر إن أنا استغنى عنها. ابدأ علشان كده وقتها علشان أريح نفسي من مشاكل وجع الدماغ قررت إن أنا أتجوزه في خلال سنه. اتجوزتها.
في وقت كان كل الناس حوالين ماني شايفين إن أنا بعد ما أبويا ما مات ما فكرتش إلا في نفسي وبس، ومع ذلك ما حطيتش اعتبار لأي حد خالص، وقلت لأ ده الصح، علشان لا تحط ودانها لده ولا لده وحياتنا تمشي كويس، وكده أنا هلم الدنيا. بعد الجواب وزو بعد قص الحب الكبيرة اتفاجئت إن نرمين شخصية ثاني خالص عايزه كل حاجة تبقى باسمها، هي كل حاجة على كيف، هي كل حاجة بشخصيتها. هي ساعتها افتكرت الكلام اللي كان أبويا بيقوله لي، وأنا كنت بفكر إن هو لا، إن هو ما بيعملش كده علشان كده، ده أكيد علشان خاطر أهلها وعلشان خاطر مستواهم، علشان خاطر ظروفهم غيرنا، الكلام ده بس. كنت بكابر، مش عايز اطلقها، مش عايز اعترف ان انا كنت غلطان لما ما سمعتش كلام ابويا، وفضلت اقاوح ويعاند لحد ما ببدأ يبقى بيني وبينها مشاكل كتير قوي. وقتها عدت سنه و2 وما حصلش حمل، وامها فضحتني في كل حتى إن أنا ما بخلفش، رغم إن إحنا ولا رحنا ولا كشفنا ولا عملنا أي حاجة. كنت هتجنن، كنت هموت ساعتها. إنت بايحة بتتكلمي في حقي موضوع الخلف ده، وإنتي أصلاً ما تعرفيش العيب من عند مين والمشكلة من عند مين. في ساعتها قعدت أتكلم معاها، فلقيت الست بتقول ليه ما أنا عارفه عنكم كل حاجة، عارفه إن إنت ما بتسيبهاش ومش رحمها أرحمها شوية، ما يمكن مش عارفه تحبل من كانت. فبصيت لها باستغراب وقلت لها هي إيه هالكلام اللي أمك بتقوله لده؟ هي إزاي مكسلة تكلمني في حاجة شبه كده؟ إنت بتكلميها في أسرار بيتنا ليه؟ فساعتها قالت لي أندي أمي وعادي. لما أقول لها لقيت استا بتبجح فيا وبتقولي مش كده، ما تفتليش على بيتي بصحتك، ده حتى لو حصل حاجة حمل يعني والله ما هيثبت من اللي انت بتعمله فيها. ساعتها اتضايقت جدا واتعاركت مع أمها لأول مرة، وطلعت كلام كتير قوي من اللي جوايا ليها في الوقت ده، ولقيتها بتقلب عليا هيانة ترابيزة وبتدافع عن أمها بكلاستماتة، وأنا بالنسبة لها ولا شيء ولا أي حاجة. ودي كانت أول خنجر في قلبي من ناحيتها. بعد كده قلت أنا لازم أروح أكشف ولازم أطمن على نفسي، علشان نفسي يبقى العيب مش مني، علشان ساعتها أرد على أمها اللي فضحتني في كل حتة وقالت إن أنا ما بخلفش. ورحت فعلا رايح كاشف أنا وهي ومحللي هويشاء السميع العليم إن يطلع فعلا العيب منها. هي ساعتها على قد ما أنا كنت زعلان علا قد ما أنا كنت فرحان. كنت زعلان إن أنا كان نفسي أخلف، ودي فعلا كانت إمنيها حياتي لان أنا نفسي أكون أسرة وعيله وفرحان أوي كمان. كلامها عني كان مخليني عايز أثبت لأن أنا كويس، أنا مفيش حاجة. فعشان كده كنت فرحان، وكنت زعلان إن أنا كان نفسية خلفه باردة، ما كانش لسه قلبي شايل منها إن أنا أطلقها أو أسيبها أو أتخلى عن حب السنين اللي أنا تحديت الناس كلها وفضلت واقفة لدا ولده علشان أخد البنت دي يولما. اكتشفت كمان إن هي ما بتخلفش، حاولت معاها بكل الطرق إن إحنا نحاول نشوف حل في الموضوع ده، وكنت بصرف عليها مبالغ وهمي علشان أخليها تخلف وأخلي جوازنا استقرر، رغم إن أنا في حاجات كتير جدا مضايقاني منها، بس ربنا برضو أراد لي إن الزواج ده هو ما يكملش. ابتدت تتغير معايا في حاجات كتير. اكتب لي الشقة باسمي، ما تكتب لي المحل باسمي، ما تديني أي حاجة باسمي. طب انت ما بتخلفيش عايزاني اكتب لك حاجة باسمك ليه؟ هي ترى ده ليه؟ يبقى هي حاطه في دماغها إن أنا ممكن أسيبها في يوم من الأيام. عايزه تقلبني في حاجة، عايزه تاخد مني حاجة. وساعتها قلت أبويا
الله يرحمه، كان عنده حقوب عدماك، ما بكت مكشوفه جدا قدامي. خلاص كل واحد منا راح لحاله، وساعتها طلقتها وأنا مرتاح الضمير. طلقتها بعد ما كرهتها أو كرهت عشرتها، وندمت على السنين اللي أنا كنت بحبها فيها. قعدت فترة وأنا متعقد من الستة تامي وإخواتي، أنت لازم تتجوز وتخلف وتشوف لك حتى وعيل. وأنا بصراحة كان كل هدفي من الجواب جواز، إن أنا أخلف علشان الناس اللي كانت مصدقوا كلام مراتي يتأكدوا إن أنا مفيش العب ده، ويعرفوا إن هي كانت ست مش كويسة، وهي اللي كانت بتتبلى عليا وبتقول في حقي الكلام اللي ما كانش حقيقي. وبعد كده فعلا اقتنعت بالفكرة دي، وابتديت فعلا أنا أدور على عروسه بطريقه تقليدي. هو قلت لهم أنا مش عايزه بنت لسه صغيره، ولا عايز وحده لسه ما اتجوزت، وفي احتمال إن هي تبقى ما بتخلفش، علشان ما يحصلش نفس اللي حصل تاني، ولا الناس تقوله ده اتجوز لتاني مرة وما خلفش، يبقى عيب. منها قلت أنا عايز وحده تكون منفصله، ولكن سنها مناسب ليا، وفي علاجه ناس من ناس يعني وصلوا لأمي أنفي فلانه الفلانية بنت كويسة وأهلها محترمين، منفصلة، وكمان ولادها مش معاها ولد وبنت، وسنها لسه صغير، عندها تقريبا 27. سن اتجوزت برضو بدري زي حالاتي وربنا، ما قارتش إن هي تكمل حياتها مع جوزها. رحت سالت عليهم، لقيتهم ناس كويسين، خدت رأيي الكبير والصغير في عيلتي. ما خلاص أنا اتعرست بقى من المرة الأولاني، هفلقيتهم ناس كويسين. أبوها راجل طيب جدا، بس أمها شايفه نفسها شوية، لكن أبوها هو راجل البيت وهو حاكم البيت. وقعدت معاها فعلا قبل الارتباط، اتكلمت معاها وسألتها عن سبب طلاقها. قالت لي كلمه، خلاني أحسف على إن البنت دي محترمة ومتربية كويس. قالت لي كل شيء بتاع ربنا وده نصيب، وأنا ما أقدرش أعيب في واحد كلت معاش وما رح تقدر تقول إن إحنا ما اتفقناش مع بعض أو ما ارتحناش بعد وقت من الجواز. قلت البنت دي شكلها محترم وكويسة، وارتحت لها فعلا من أول قعده، وكان اسمها هل هتجوزنا؟ طبعا من غير فرح ولا أي حاجة، إنه كاتب الكتاب. وخدتها اتفسحنا شوية، ورحنا سهرنا في مكان، وروحنا على بيتنا بعد ما كنا خلاص بقى شطبنا حاجتنا. إحنا الاتنين مرينا بتجارب قبل كده، فمش محتاجين أي حاجة بهرجو. واتجوزت وعشت معاها أجمل أيام حياتي وعمري، رغم إن أنا ما كنتش أعرفها. بقيت أفتكر وأقارن بين دي ودي، وأقول سبحانك يا البنت اللي أنا كنت بحبها وبموت فيها وبعشقها، كانت زلاني وقرفاني وكل حاجة. تروح تقولها لأمها من أول أسبوع جواز، هو أنت بتضغط على بنتي ليه؟ ما بالراحوا عليها شوية. هنا مهالة كنت بتعامل معاها بطبيعتي وبقوتي وعادي، ولا عمرها قالت لحد حاجة، ولا عمري سمعت من حد حاجة. ولكن بعد فترة بدتين هي تتعب وترجع وكده، أنا كنت حاطط أيدي على قلبي ويا رب يحصل، يا رب يحصل أي في لقيتها حامل. فرحت ورحت معاها للدكتور، فالدكتور فهمني إنها حامل، ولكن ظهرها خفيف شوية، يعني محتاج راحة زيادة عن اللزوم. قلت له اللي هي عايزاه يا دكتور يجيلها وهي نايمة فيت سرير، أنا مش عايز منها أي حاجة، ولا هي خليها تتحرك من مكانها. وهي كانت بتشوف ولادها تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين، فقلت لها معلش بقى الفترة ديت مش هتقدري إن انت تشوفيهم، لو عشان هيعوزوا خدمة وكده. قالت لي لا ما تقلقش، ماما هي اللي هتجيبهم، وماما
اللي هتبقى بتخدمهم. أنا كانت علاقتي بحماتي يعني مفيش علاقة أصلاً، اللي أنا بشوفها كده سلام عليكم سلام عليكم. المهم ابتديت فعلاً إن أنا أراعيها، وإمها كانت بتيجي يوم في الأسبوع بولادها تقضي اليوم معاها، وكانت هي اللي بتخلي بالها منها. كنت دايماً أزعق لها لما لاقيها تتحرك من السرير، وكنت بتعصب عليها، وكنت بفهمها قد إيه مدى أهمية الحمل ده. عندي كنت طاير من الفرح، فكانت بتاخد حقنة فيتامينات مسكنات أي مثبتات ولا إيه حاجات من دي، فأنا كنت بديها الحجملان. أنا كنت بدي حجن فيتامين وكده، فمتعودين. أنا إدي حقنة المهم لقيتها تعبت فجأة. قلت لها أنا عايزة أعرف حاجة، هو أنا لما بنزل الشغل أنت بتقوم يبقى من مكانك ولا إيه؟ يعني أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا تقريباً أعمل لها معظم حاجات ما بخليهاش تتحرك، ما بطلبش منها أكل هدومي، أنا اللي بغسلها في الغسالة، وأنا اللي بنشرها. فمش عارف بدأت تتعب من إيه، بقيت خايف على الحمل ده زي عينيا، وأكيد مش عايزه اخرب على نفسي. سنيف كلمت حماتي وقلت لها حماتي دلوقتي هالهمش عارف مالها، بدأت تتعب كده وظهرها بيوجعها، بطنها بتوجعها، وأنا مش عايزة الحاجات دي. أنا بعمل كل اللي أقدر عليه، بس أنا في فترة بروح فيها الشغل، فأنا مش عارف بنتك بقى بتعمل إيه وأنا مش هنا. قالت لايا حبيبي من عينيا، ده أنا أجي وأقعد معاها واللي هي عايزاه كله اعمله لها ومخليهاش تتحرك، ما تقلقش. قلت لها الله يطمنك، أنا بس كل اللي عايزه منك إن أنت تقعدي معاها في الفترة دي، ما تخليهاش تقوم من مكانها، علشان أنا بجد حاسس إن هي أكيد بتتحرك. قالت لي ما تقلش، وبعدين مش قوي كده. قلت لها لا، ده الدكتور محذرني، واللي ما قلتلكمش كمان عليه إن الدكتور قال لي حضرتك ضخم ورياضي وكده، وهي سفيفه وصغننه كدهف، يعني معلش في الشهور كده الأولانية، وكمان تقريبا ممكن احتمال طول فترة الحمل بتاعها هنريحك انت شوية من العلاقة الزوجية. ودي بالنسبة لي كانت حاجة مضايقاني، بس كنت عادي لأن أنا بعمل كده علشان حاجة أنا عايزها وبحلم بيها لخلفه، فما كانش فرق لي، وكنت باجي على نفسي في كل حاجة. هاي حاجة هتحرك مشاعري بلاشها، أي حاجة هتحسسني إن أنا محتاج حاجة بلاشها. ما كنتش بحاول حتى إن أنا أتصرف ولا إن أنا أتعبها في طرق كتيرة الواحد ممكن يريح نفسه بيها، بس أنا ما كنتش بحب إن أنا أعمل كده علشان برضه ما تعبهاش معايا. وعدت الأيام على كده، جت حماتي ست فرفوش واخدوا بالها من نفسها، لبس مسخر وشرطاته بضيهاته وقمصانه وحاجات كده واسعه، وهي حماتي رفيوعه برضو زيها كده. أنا مش في دماغي عادي باقي الشوية اللي بقعدهم في البيت، بحاول إن أنا تصيرها تقعد تنادي عليا وتهزر معايا ويا مهور، ومش يا مهور هو تعال شوف النونو شكله بيخبط، وهي لسه يعني في الشهور الأولى، وأنا أقول يا ولا مش مشكلة، كبر دماغك وعديها علشان خاطر الإيه أنت محتاجها. وهي اللي واخدوا بالها من هاوك ده لحد ما في يوم وأنا راجع لقيت حماتي دي تعبانه ومش في الفورم كده، وشها كده متغير. مالك يا حماتي، في إيه؟ إنت وشك عامل كده ليه؟ قالت لي مش عارفه يا ماهر تعبانه، قصدي في حقن عظمه. أنا كنت باخدي هاولة من ساعي ما جيت عندكم، ما أخدتها، بتاخدها تقريبا مرتين في الأسبوع. قلت لها طيب يا حماتي أنا بدي حين ممكن أديها لك؟ قالت لي بجد؟ قلت لها قولي لي بس على اسم الحقنه وأنا هجيبها لك. قالت لي ماشي يا حبيبي.
ربنا يخليك ليا يا رب. وقعدت اليوم ده تهزر وتتكلم معايا، ولقيتها بتفتح لي كلام عن جوزها. أنا حماية، راجل كبير في يلسن وعاجل ورزين كده، وفي نفس الوقت شكله غلبان. فتحت حماتي بقى مجال معايا في كلام، وتحكي لي عن ذكرياتها وعن تاريخها وعن وهي صغيرة، وتجيب لي صور ليها. معرفش جابتها منين، مصوره على الموبايل بتاعها صورها وهي صغيرة أيام ما كانت بقى في عز شبابها، وصور كلها بقى لابسوا حاجات كده هشك بشك قاعدها مع جوزها في البيت. معرفش كانت بتصور نفسها ازاي وليه. المهم قعدت تتفرج على الصور وهسايرها في الكلام. ماشي حماتي مش عارفه ايه، وهي عماله تجيب لي كلام من هنا ومن هنا ومن هنا. فليتها بتقولي شفتني بقى وانا صغيره كنت عامله ازاي؟ يلا اصل عمك الحاج سلم نمر من زمان قوي، او يبقى زيه، زي القلب بتاع اللي هو نايم عليها، الكنبة اللي هو نايم عليها. لا بيقدم ولا بياخر ولا بيعمل حاجة. فقلت لها ربنا يديك الصحة والعافية هي ماما، ويا رب بس إحنا نعيشوا قده ونبقى زيه كده، ربنا يديه الصحة. قالت لي لا ما تدعيش على نفسك إن أنت تبقى زيه، تبقى زي هدي. إيه ده أنت بسم ما شاء الله طول بعرض، أنت محافظ على نفسك. إنما هو بقى كان بيشرب سجاير وكان مدهول لنفسه، لكن أنت حتى الشغل بتاعك رياضي بيخليك تحافظ على جسمك وعلى صحتك وعلى نفسك. وما قلت لها الحمد لله وربنا يهدي الجميع في لقيتها. بتسألني وبتقولي اللي انت بقى بتعمل ايه مع مراتك اليومين دول؟ قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني هلا تعبانه ونايموا بقى في السرير، بتعمل معاه هيا. قلت لها ما بعملش حاجة، بخلي بالي من هانت. يعني ابني ما بتفهمش ولا ايه؟ يعني انت نفسك عامل ايه؟ قلت لها الحمد لله يا حماتي، ورحت مقصر الكلام ورحت قايل. قلت بيني وبين نفسي هي الست دي مالها في ايه؟ ما كانت ماشي كويس ومظبوطه، كانت بتيجي ما بحسش بيها وبتمشي ايه؟ قعدتها معايا في ايه؟ انا مش عارف، وانا كنت بقعد براحتي برضو. فيا بيتي بلبس سويت بانس كده على بدي حملتها لي هي الحاجات بتاعه الجيم العادية، لبسها عادي. فما ما كنتش بهتم. المفروض إني دي تحماتي في مقام أمي الحد ما لقيتها عمال تبصلي كده وأنا رايح وأنا جاي، وتبصي عضلاتي بابتسامه صفرا كده. طبعا أنا مش هروح أكلمها في أي حاجة. وقلت يا ولا يمكن أنت بيتهيالك. جبت لها الحقنة ثاني يوم جبت لها الحقن اللي هي كنت قايله لي عليها بتاعه. العظم دي معظم فعلا الناس بتاخدها. ولما روحت البيت قلت لها يا حماتي على فكره أنا جبت لك الحقن أهي، ربنا يخليك ليا، ربنا ما يحرمني منك. طب انت بقى اللي هتديها لي ولا أروح أخدها بقى ولا إيه؟ ولا أخدها فين؟ طيب. فقلت لها خلاص أنا قلت لك أنا هديها لك زي ما بدي كده الهال، اديك الحقن. قالت لي خلاص ماشي، بس أنا بقى هدخل جوا لأحسن أنا بتكسف. قلت لها ماشي. المهم قعدت مع هالو شوية واطمنت عليها، ومش عارفه إيه، كانت اليوم ده تعبان، هو كانت مرجعه كتير وكانت مخزعه كده، هو كانت نايمه. قلت لها ماشي يا حبيبتي ما تشغليش بالك بيا، وطلعت عشان ادي الحماتيال حق انها رحت. ايه يا حماتي انت فين؟ قالت لي ادخل. لقيتها قفله على نفسها، الأوضة نايمه ومتغطيه في ايه؟ مالك انت هتعملي عيانه ولا ايه؟ ما انت كنت قاعدة نايمه ليها. قالت لي بس مش هقف برضو قدامك كده وانت بتديني الحقنة، ده يعني الواحد هي حتة صغير هيجد كده اللي هيعيها، يعني نايموا ليه مش فاهم.
المهم دخلت عليها وهي نايمة، فلقيتها بتقولي إيه ارفع بقى، انت البطاني هوديني. الحق أنا مش قادرة، أنا تعبانة. قلت لها خلاص ماشي، وبرفع كده البطانية لقيت حماتي نايمه من غير أي حاجة خالص عشان تاخد الحقنها. طبعا دي مش حركه واحدة، عايزه تاخد حقنه، دي حركه واحده في دماغها. حاجة ثانية خالص. ساعتها اتصدمت واتسعكت، والحقنه وقعت من ايدي، وطبعا ما اديتهاش حاجة. وقلت لها اهفي، ايه انتي عامله كده ليه؟ تعالى. بس راحت ماسكه ايدي ومتكايه عليها قوي. تعالى تعالى، انا عارفه ان انت محروم وانا محروم، واحنا الاتنين تعبانين زي بعض. انا عارفه انت بقاك شهور وانت ما بتعملش الحاجة دي، وانت لسه عريس برضو وشاب، يعني اكيد بتحب الكلام ده ولا ايه؟ فانا غصبي عني، يعني انا ما كنتش في دماغي، والله ما كان في دماغي ولا نيتي عامل ناحيتها حاجة، ولا هي غرتني بكل اللي هي كانت بتعمله فيلبسها، وفي حركاتها، وفي نظراتها وكلامها. لكن في اللحظة ديت لما كانت قدامي كده وأنا برضو راجل وشاب، وفعلا الحاجة دي كنت محروم منها، وبدأت أحط إيديها على مناطقي عندي، لقيت نفسي من غير ما أحس حصل اللي يحصل غصب عنبس. أول ما قمت من السرير لقيت نفسي مش طايق نفسي، قرفان من نفسي وقرفان منها بشتمها وبلسبها وبلعنها بيني وبين نفسي. خدت دش اليوم ده ورحت نازل وقعدت ألف فيال شوارع، وفضلت قاعد على كافيه مش طايق نفسي ومش عارف اعمل ايه. يا رب، أنا عمري ما عملت في حياتي حاجة غلط، وعايز ربنا يكرمني، وعايز ربنا يبارك لي في ابني اللي فيه بطن مراتي، ومش عايز مشاكل. وتخيل نفسي له كانت مراتي شافتني، كان ممكن بيتي كله يتخرب لو كانت مراتي حست ممكن تطلب الطلاق. لا، أنا مش عايز كده. لا، أنا عايز أكمل حياتي كويس، أنا عايز أعمل بيت كويس، أنا عايز أنجح في الجواز دي. وقمت من الكافيه وأنا مقرر إن أنا مش هاجي يمها ثاني، وهخليها تروح النهاردة قبل بكرهان شاء الله. لو هقول لمراتي إن أنا هقعد من البيت إن شاء الله، لو هعمل أي حاجة فيا الدنيا، بس مش هخلي الست دي معايا في بيت وحيداني، وده الحل السليم. هي فتنتني في لحظتها، لكن بعديها فقط والحمد لله رحت البيت بقى لابس الوش كده الخشب عليها، لقيتها عماله تهزر وتضحك. أول ما دخلت ويه ده انت كنت باقي برا فين؟ وهقوم بصيت لها كده وقلت لها بقول لك ايه، ربنا يسامحني على اللي انت عملتيه في وربنا برضو هيحاسبك. انا عايزك تفوقي لنفسك كده وتعقلي انا جوز بنتك، وما ينفعش اللي انت عملتيه معايا امبارح ده. انت بتقول كده بعد ايه؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ وقعدتي يقولي تمنع وهو اللي عايزه وكلام غريب كده. فقلت لها لا، انت عارفه ان انت ضغطتي عليا وانا غصب عني، بس صدقيني ده مش هيتكرر، وخدي بقى حاجتك. انا يا ستي مش عايز منك حاجة، ولا عايزك تقعدي ببيتك اللي انتي اصلا كده مش جاية علشانها، ولا بتحبيها، ولا بتراعي ربنا فيها، ولا اي حاجة. قالت لي ما هو زي ما انتي غصب عنك امبارح، انا برضو كان غصب عني، ده انا بقى كتير قوي. طب انت كام شهر ان ما بياي؟ انا كتير قلت لها يا ستي انا ما يشغلنيش الكلام ده. راحت قال لي وانت مفكر دخول الحمام زي خروجه؟ لا، ده انت دخلت مزاجي ودماغي، وانا والله ما هسيبك مش بعد ما لقيت الحاجات الحلو ديتها بعد عنها. قلت لها يعني ايه؟ ولقيتها مسجله لي وانا معاها، وقالت لي بص بقى، انت هتفضل معايا وهتعمل لي اللي انا عايزه، ومش دلوقتي بس، ده في اي وقت انا احبه. قلت لها
انت مجنون، يعني انت اللي أغرتيني، وانت اللي جرجرتيني، وانت اللي ماسكه عليا. أنا أول مرة أعرف إن فيستات بتمسك على رجاله فيديوهات. قالت لي لا يا حبيبي، في بس انت اللي مش عايش. فيا الدنيا لو انت عايز تستغنى عن ابنك اللي في بطن بنتي ركومة، تعملش معايا اللي أنا عايزاه وسيبني. أنا ساعتها هروح وأقول لها بصي جوزك وهصالحته الأولانية عادي، يعني يهوريها، وانت بتعمل معايا كده. وبنتي مش هتصدق، كيولت لها انت أكيد مجنونه، انت مريضه، انت مش طبيعية. قالت لي على العموم أنا بقولتلك وانت حر، لو اللي في بطنها غالي عليك ما تعملش كده، وانت مش هتخسر حاجات، انت هتكسبي. قلت لها لا، أنا هخسر كل حاجة لو فضلت ماشي وراكي، وانا مش عايزك تبقي موجودة عندي في البيت. ومشيت ورجعت لقيتها موجودة برضو، ودماغي بتدي وتجيب، وخايف ومرعوب إن أنا بيتي المرة دي يتخرب. المرة دي بقى أنا اللي غلطان، بس فعلا كان غصب عني. رحت وسالت حد قريب مني، بس ما قلتلهوش أنا. ولقيته بيقولي ده لازم الشخص ده يروح يعترف لمراته ويقول لها الحقيقة علشان ما يخليش زمام الأمور في إيد حماته. قلت له طب وافرض إن هي مراته طلبت الطلاق، قال ليه ما يطلقها؟ بقى هيعمل إيه؟ قلت لهلا ما هو مش عايز يطلقها. طبعا مش راضية أقول له سبب إن هو مش عايز يطلقها ليه، عشان ما يعرفش إن أنا قال لي خلاص يروح لحد كبير من أهلها ويقول له. قلت له طب ما هيبقى فضايح، وافرض الحد الكبير اللي انت شايفه كبير ده ما مسكش لسانه وراح اتكلم جله، يضربها وياخد التليفون ويكسره ويدغدغه ويجيبه حتى ويخليها ما تعرفش توري لها الفيديو، ويقطع الست دي ويبعد خالص. بين مراته عن حماته قالت له ما فيش فيها حرماني. قال الله حرماني ايه؟ دي وحده ملعب، هيبقى حرماني يا هفي إن هو يبعد عنها ويبعد عنها مراته. وأنا بصراحة قاعد مش عارف أعمل إيه، خايف من ابتزازها. خايف لأن الحاجة اللي أنا كنت بتمناها والحاجة اللي أنا كان نفسي فيها موجوده معايا وبين إيدي يا هالة. ست طيبة جدا، محترمة جدا، مش زي أمها خالص خالص خالص. كل حاجة فيها كويسها، عيبها الوحيد هو أمها، وهتجيب لي الطفل اللي أنا نفسي فيه، وأنا مش عايز إن أنا أسيبها ولا أبعد عنها ولا عايزه. اخرب بيتي للمرة التانية. اعمل إيه مع حماتي وتصرف معاها إزاي بعد المساء اللي أنا عشت فيها الأولاني هدي؟ كل مرة كده حماتي هي اللي تنغز علي حياتي. مش عارف أنا عملت إيه غلط في حياتي عشان يحصل لي كل ده. عماله أفكر شوية، هل فعلا أروح أقول لمراتي خايف إن هي فعلا تطلب الطلاق وتزعل ودي أمها وحاجة كبيرة اللي أنا عملتها؟ أنا فاهم كويس أوي. والحاجة الثانية إن أنا لو رحت قلت لحد حكيم من أهلها ولا كبير ولا راشد ولا فهمانة، مش عارف رد فعله، ومش عارف لو خدت بردهم منها التليفون وعملت كده إيه اللي ممكن يحصل. حصل. أنا كل اللي عايزه إن أنا أبعدها عن حياتي، ومش عارف بجد أعمل إيه. ودي كانت قصتي، ودي كانت حكايتي، ولحد هنا بتكون انتهت قصتنا بصرف النظر عن الحل. بس انت ما متخيلين إن أي حد بيعمل حاجة زي دي بيقع في مصيبه وكارثه إزاي؟ مفيش حاجة بتعدي كده أبداً من غير حساب. حتى الحاجات اللي ما بتوصلش الجرايم ولا فضائح كبيرة لازم بردها بيبقى فيها مشكلة كبيرة ومحتاجه فعلاً لحلوله. انت وصلت معايا الغاية هنا. ما تنساش بقى تشاركني برايك تحت أسفل التعليقات، لانه أكيد بيهمني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ويا ريت لو تعمل شير
لأصحابك وحبايبك علشان هما كمان يتابعوا معانا. قصوا النهاردة. سلام.